التليفون رن، ببص لقيت رقم أجنبي. قلت ده أكيد العميل اللي كان صاحبي بعتهولي. واحد بدأ يعرق، اتوتر، الدنيا بتبوظ خالص. أنا عمري ما اتكلمت مع حد أجنبي على شغل قبل كده، اللي هو ممكن أتكلم بسرعة ما يفهمنيش، ممكن ألف حاجة. المهم رديت، اتكلمت مع الراجل، واحد اتنين تلاتة، الكلام مشى كويس، اتفقنا نكمل بقية الكلام واتس. خلصت المكالمة من هنا، قفلت، قلت اوف يا جدع. هو ده اللي انت كنت خايف منه وده اللي كنت عامل عليه حوار؟ ما الحوار طلع سهل اهو. هو ايه اللي حصل دلوقتي؟ انا فاكر ان انا مش بعرف اتكلم مع حد على شغل التليفون. لما جربت طلعت بعرف، الحوار مش عادي. فكرتش قبل كده في كمية الحاجات اللي انت فاكر انت مش تعملها؟ دماغك بيحدد انت تقدر ولا ما تقدرش. المعتقد بتاعك عن الحوار ده، تقدر البيليف عن الشيء ده بناء على ميزان هيحط فيه التجارب الايجابيه والتجارب السلبيه. مين فيهم هيكسب؟ هو ده اللي انت هتصدقه في الاخر. طبعا ده قبل ما انت تسمع الفيديو ده وتفهم الحوار ده كله مش ازاي جوه دماغك. الحاجات دي مثلا، انت عايز تفتح بيزنس، تمام؟ لو انت عملت بيزنس قبل كده واشتغل معاك ونجح، ثقتك في البيزنس الجاي اعلى. تمام؟ لو انت عملت بيزنس قبل كده فشل، ثقتك في البيزنس الجاي اقل. ولا ممكن بعرفش اعمل بيزنس، السوق وحش، البلد وحشه، ايا يكن، انت هتبقى عندك اصلا بليف قبل كده بناء على تجارب سابقه في دماغك. تمام؟ واغلب اصلا البليفز دي انت كلنا بنكونها واحنا صغيرين. تمام؟ يعني مثلا ممكن انت في اولى ابتدائي ولا في ابتدائي مثلا وترسم في حصه رسم، تمام؟ والمدرس قال لك الرسمه وحشه ولا حاجه، انت ممكن تعيش طول عمرك فاكر ان انت مش ترسم، عشان دماغك في العقل الباطن عنده التجربه دي هي التجربه السلبيه الوحيده للرسم. تمام؟ بس الفكره ان كل ده هو مش منطقي، هو مجرد توقع من دماغك عشان يحاول يحميك. فاهم انت؟ هو نوع من السرفايف، نوع من تقنيه البقاء. تمام؟ بس الفكره دلوقتي، طيب الحوار ده مهم ليه اصلا؟ يعني كل واحد يصدق اللي يصدقه وخلاص، يعني فاهم؟ هو لا، الفكره ان الحاجات اللي انت مصدقها او البيليفز بتاعتك هي بتنتهي في اخر المطاف انها تكون حياتك. ليه؟ بص، البيليفز بتاعتك، معتقداتك، هتكون الاوبشنز المتاحه ليك. ازاي؟ لو انت عارف ان انت مثلا مصدق انك شاطر، تمام؟ انت شايف نفسك انسان شاطر في المذاكره، تمام؟ فكره ان انت تخش هندسه هتبقى متاحه ليك في دماغك. تمام؟ حتى ممكن تقول اخش ثالثه ثانوي وهذاكر وهشتغل واخش هندسه. لو انت مصدق ان انت تعرف تفتح بيزنس، فكره البيزنس دي هتكون عندك على الرادار، ممكن تخترع في يوم من الايام. اما انت لو مش مصدق اصلا ان انت تعرف تعمل بيزنس، تمام، مش هتشوفه على الرادار اصلا. انت مش شايف اصلا فكره البيزنس دي، وانا ممكن تاخد حياتك في سكه تانية خالص 180 درجه. وانت هتختار افعالك من هذه الاوبشنات، من هذه الاختيارات المتاحه. وافعالك في الاخر هتنتهي بيك في اخر المطاف ان انت هتكون 90% من حياتك بسبب افعالك. تمام؟ فانت لما بتصلح البليف بتاعك، لما انت بتصلح معتقداتك، دماغك بتكون في صفك، تقدر تقول. لما دماغك تبقى في صفك، حياتك كلها تتغير النقطه دي، ان انت صلحت الاصل. تمام؟ انت صلحت البليفز معاك. انت انت مصدق ايه؟ مصدق انك تقدر ولا لا؟ مصدق انك تعرف تعمل كذا ولا لا؟ مصدق ان انت شاطر في دي ولا لا؟ لو انت وصلت النقطة دي، ان انت مصدق كل تصديقاتك او كل الايمان بتاعك او كل معتقداتك في صفك، خلاص كده، باي باي، شكرا. والبيليفز دي دماغك عنده كمية بيليفز مكونها بالهبل عن كل حاجة. في الغالب اغلبنا عنده بيليفز عن كل حاجة، سواء عن نفسك، عن الناس، عن الحاجات، عن التجارب، عن الناس اللي على النت. تمام؟ فانت شوف البيليفز اللي انت محتاج تغيرها، ودي بس اللي تركز عليها. تمام؟ يعني انت ممكن تكون واعي ان انت عندك limiting belief او معتقد بيحدك عن انت مش ترسم، عشان وانت صغير في مدرس قال لك انت مش ترسم. بس انت هل مهتم ان انت عايز ترسم؟ لا. فخلاص يعني ما تهتمش خالص بالموضوع ده وركز في الحاجات المهمه. يعني ركز في الحاجات اللي انت بجد حاسس انها عامله لك اعاقه،
حاسس انت واقف بسبب ان انت مقتنع ان انت مش هتعرف تكمل، او اللي مش هتعرف تنجح في ده، مش هتعرف تنجح في ده، مش هتعرف تنجح في ده. تمام. انت عندك طريق من اتنين عشان تكسر اي ليميتنج بليف عندك. تمام. اول طريق، هنجيب نفس الميزان اللي دماغنا شغالنا بيه، هنشتغل معاه. تمام. هنحط تجارب ايجابيه، تمام، عشان نعدل كفه الميزان ناحيه ان انت تقدر، وده هيساعدك. تمام. بديهي. ازاي تحط تجارب ايجابيه لدماغك؟ ان انت تروح تعمل الحاجه اللي انت حاليا فاكر، حط 2000 خط تحت، فاكر ان ده مجرد سراب، وانت اصلا يعني فاهم ده مجرد وهم اصلا. انت ما اثبتش بطريقه كافيه، معكش دلائل كافيه اصلا انك تثبت ان انت مش عارف. دي حاجه هتروح تعملها. انت لو رحت اصلا جربت وتفاديت الكونفirmation بايس، ان انت ممكن تحاول تفشل نفسك قصد عشان دماغك يثبت ان هو صح. خلي بالك من الحوار ده. اصلا كل الحوارات دي انت لو فهمتها، لو وصلت لك خلاص هتعدي منها. تمام. دي حاجه. مثلا هتروح انت مثلا فاكر انت مش هتعرف تعمل بيزنس، انت مش كارك. تمام. هتعمل ايه؟ هتروح دلوقتي تفتح بيزنس، هتحاول تجيب شغل من على النت، هتحاول تصرف في اي فلوس من على النت. تمام. الفكره مثلا ان في بيليفز يعني اصعب في كسرها من بيليفز تانية، فانت مش هتعرف تعمل حوار الميزان ده قوي. ليه؟ انت مش هتعمل فلوس من على النت، من الحوار ده مش هيحصل لك في يوم وليله. تمام. انت محتاج شهور. ما حدش بيعمل فلوس من على النت في اقل من 6 شهور مثلا. تمام. فانت هتاخد وقت عبال ما تكسر الليميتنج بليف ده، وتحط تجارب ايجابيه كافيه تعادل الميزان على طول، وتخليك مصدق ان انت تعرف تعمل كده. في بعض الحالات اللي زي دي انت هتعمل بقى ايه؟ تخش الحل التاني. الحل التاني ايه بقى؟ انك هتكسر الميزان اصلا وترميه في الزباله. انت هتواجه نفسك، هتكلم نفسك، وهتناقش هذا البليف. هتشوف بقى، هتكشف لنفسك او هتكشف لعقلك ان هو مجرد سراب. انا مش بعرف اعمل بيزنس. هل جربت تتعلم تعمل بيزنس؟ في الغالب اول اجابه لا، والحوار خلص اصلا. تمام. لو انت قلت اه، وقلت اه ده انا خدت الكورس وقريت الكتاب وبعت للناس ولسه ما جاليش شغل، بتبعت لقد ايه في اليوم؟ بتبعت لهم ازاي؟ هل بتتطور؟ تتطورش؟ هل رسائلك بتزيد ولا لا؟ لازم تعمل كل حاجه صح عشان بجد توصل. الحوار ده يمشي معاك في البيزنس. لو انت هتتكلم مع الناس مثلا، تروح تتكلم مع الناس. في هذه الحاله انا غير مهتم بايه الناتج من التجربه، لان انت كده كده زي ما قلت لك، انت اصلا في الحاله دي انت بتاخد ريسك. انت بتاخد ريسك عشان تجرب الحوار ده. انت اصلا معتقد ان انت ايه، انت اصلا مهزوز من جواك. هتاخد ريسك. لازم تاخد الريسك. تاخد الريسك، تكسر البليف على طول. ليه؟ لأن انت بتخاف تتكلم مع الناس، ورحت اتكلمت مع الناس 5 مرات اللي انت مش بتخاف. زي ما في limiting belief، في empowering belief. limiting belief حاجه انت بتصدقها منعاك انك تكمل في حياتك، منعاك انك تتقدم، منعاك انك تتحسن. empowering belief العكس تماما. حاجه بتساعدك انك تتحسن، بتديك ثقه في نفسك اكتر، بتزقك اكتر. تمام. هو اغلب اصلا limiting beliefs لو انت كسرتها ووديتها الناحيه التانيه خلاص كلها اتحولت empowering اصلا. تمام. بس انا مش بتكلم في كده. في زي تقدر تقول ميتا empowering belief. ميتا يعني ميتا empowering belief، يعني تقدر تقول الامباورنج بليف الرئيسي الاصل ده انت، ده انت لازم تخلقه، لازم انت تعمله بنفسك. بالك انت تصنع هذا البليف الاصلي. تصنعه ازاي؟ اغلب الحاجات اللي انت فاكر انك ما تقدرش تعملها لانها صعبه بشكل من الاشكال، وان الحاجه تبقى صعبه دي ليها اشكال كتير. تمام. انت ممكن تتحمل صعوبه معينه وصعوبه تانية لا. تمام. في صعوبه نفسيه. تمام. في صعوبه نفسيه، في صعوبه اجتماعيه، في صعوبه جسديه. خد بالك انت، صعوبه نفسيه زي الشغل لمده ساعات كتير حوار يتعبك. صعوبه جسديه جري، جيم، مشايه، بتنط حبل، بتعمل 3000 عقله. تمام. اي شيء جسدي، اي شيء جسدي، اي الم جسدي. في الالم زيه النفسي، في الم اجتماعي. تمام. انت ممكن تبقى انت انسان مش اجتماعي قوي، لو قلت لك اعمل حاجه مجنونه مثلا في الشارع، ده حوار يبقى بالنسبه لك
صعب اجتماعيا، يعمل لك ألم اجتماعي، فاهم انت؟ طبعا ما تروحش تعبط في الشارع، بس انا بوصلك الفكره يعني. انت دلوقتي لما بتعمل حاجه صعبه بالنسبه لك انت قوي، تتحدى فيها نفسك بجد، بتبني عندك هويه جديده. الهويه الجديده دي بيبقى عندها انها خلاص انا عملت دي، اقدر اعمل دي، اقدر اعمل دي، اقدر اعمل دي. بالذات لما حاجه صعبه بقى، صعبه قوي بقى، خد بالك انت صعب عليك انت قوي، انت اصلا كنت فاكر انها مستحيله. تمام. لما بتعملها انت خلاص بقى عندك الاصل ان انت شايف نفسك بني ادم يقدر على حاجات صعبه، بني ادم ملتزم، بني ادم يقدر على اي حاجه قدامه. اوكي. ان انت لما بتعمل الحاجات الصعبه دي بيحصل لك زي ما قلت لك تغيير الهويه. تغيير الهويه ده شخصيتك القديمه، هي دي برضو حوار فلسفي شويه، بس الفلسفه وراء الالم اللي انت بتحسه بتبقى شبه نوع من المقاومه، نوع من الريزيستنس مثلا. فان انت لو انت بتحاول تكسر اي ليميتنج بليف عندك، او تعمل حاجه صعبه عليك، بيكون في نوع من الريزيستنس، نوع من اللي هو انت مش عايز تعملها، مش قادر تعملها، في حاجز. الحاجز ده هي شخصك الحالي بيحاول يفضل عايش، بيحاول يفضل موجود، نسختك دي بتفضل لسه عايزه تبقى موجوده، بتحافظ على بقائها. انت لو رحت عملت حاجه صعبه عليك وانت كنت فاكرها مستحيله وهي اتعملت، النسخه اللي انت فيها دي ماتت على فكره. تمام؟ فدي مشكله، دي مشكله بالنسبه لها هي. فانت بتحس بنوع من المقاومه بسبب الحوار ده. وانت خايف تتكلم مع الناس، ورحت اتكلمت مع الناس مرة اتنين تلاتة أربعة، خلاص انت تعريفك لنفسك انا مش بخاف من الناس. لو انت مش بتخاف من الناس، في كاركتر جديد دلوقتي، وانت رحلتك في تطوير نفسك او السيلف امبروفمنت كلها عبارة عن كده، نسخ نسخ نسخ. تمام. انا عشان اتطور دلوقتي حاليا لازم اقتل النسخة الموجودة دي واعمل نسخة تانية احسن منها تساعدني في الكلام ده. تمام. بغض النظر بقى حاجه عايز اعملها في حياتي، في البيزنس، في الفتنس، في اليوتيوب، في اي بتاع. تمام. هو ده الاصل من الحوار كله. ودلوقتي لو التليفون ده رن تاني انا مش هخاف، لان مش انا اللي بخاف، ده كان هو.